المباراة نظن اليوم كانت فيها الأخطاء الفادحة، الخطأين الفادحين هما اللي حدوا مسار المباراة ونتيجة المباراة. كثرت الأخطاء والأخطاء على كثرتها تهد البيوت، وبيت وفاق سطيف حامل الثلاثية التاريخية يفور على درجات عالية من غضب الأنصار. وضع غير صحي أدخل بطل إفريقيا غرفة الإنعاش وسط مطالب برحيل الجميع بعد تكبد الهزيمة الثانية في أقل من أسبوع على يد ذات المنافس اتحاد العاصمة الذي بخر قبل ذلك آمال الوفاق في الحفاظ على لقب دوري الأبطال. معطيات غيرت موازين القوى داخل أسوار الفريق السطيفي، وأدخلت الرئيس حسن حمار في موجة غضب لم يسلم منها اللاعبون، فالتهديد بمراجعة الأجور سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الجولة المقبلة. جولة مصيرية، أو هي كذلك بالنسبة للمدرب خير الدين ماضوي الذي سيلعب رأسه في مواجهة المتصدر شباب قسنطينة، خاصة وأن صبر الإدارة يسير في طريق النفاذ بعد الهزيمة الثالثة على التوالي، وأي تعثر جديد قد يدفع بالرئيس إلى التضحية بمدربه الشاب كقربان لإسكات الغربان التي تنعق وتترصد أخطاءه عند نهاية الطريق الملتوي. وفاق الجزائر استهل موسمه على سكة خاطئة أيقظت المعارضين، فالخطأ يكون كبيرا بقدر ما يكون صاحبه كبيرا.